ورق العنب نزل ومغرق السوق. خزنتوا الورق ولا لسه؟ تعالوا هقول جبتلكوا اسهل طريقة لتخزين ورق العنب. انا جبت الكمية المناسبة ليا، ده كيلو ورق عنب. ما شاء الله الكمية كانت كبيرة. ورق العنب خفيف فبيوزن معايا كمية. انا جبت الورق بتاعي وشطفته كويس من التراب، وهبتدي ان انا اشيل العروق بتاعته وارص الورق على بعضه كده وهو مفرود. بسهل عليا دلوقتي عشان ساعة الحشو يكون كفاية عليا الحشو، مش هقعد افرد واشيل عروق واقعد احشي. فاحنا دلوقتي بنشيل العروق وبنفرد الورقة كويس جدا، وبنخلي الورق كله مفرود على بعض. انا هبتدي اشيل العروق كلها بتاعت الورق اللي انا جايباه ده، وهحطه على بعض كده كميات، وهبتدي الف شوية شوية في الراب الاستريتش ده. انا لفيته كده هلفه وهبتدي ان انا ابرمه واضغط عليه. شايفين انا عملت الشكل ده كده ملفوف. وممكن اجيب اكياس تلاجة برضو زي كده، وهحط الورق زي ما هو من غير ما الفه، وهنشيل بس الهواء منه. هنضغط عليه ضغطة بسيطة كده عشان الهواء يطلع منه. والكمية بتاعتي دي، ده كيس برضو كان كبير، انا قفلته وقفلته بقى باللزق بعد ما خلصت. الكمية دي الطريقة دي مش بتاخد معايا مكان خالص في الفريزر، وهتحافظ لي على كمان الورقة ما تتكسرش معايا لما تتجمد. ولما نحب نستخدمه بقى ساعة الحشو، احنا هنطلعه كده وننزله في مية مغلية، ما نفكهوش الا لما يفك معايا خالص.